النهاردة هنعمل صنف حلو، مش محتاجين فيه فرن. حاجة كده خفيفة ولذيذة وسهلة جدا جدا. هتعمليها في دقايق معدودة وهيطلع شكلها جميل قوي، وكمان طعمها حلو جدا واقتصادية مليون في المية. مش محتاجة منك أي مصاريف زيادة، كله موجود في البيت. سهلة جدا وبسيطة، والطعم بقى مش عاوزة أقولك، شكلها وطعمها خرافة. لما تجربيها هتعرفي قد إيه طعمها يستاهل، وشكلها كمان خطير جدا. أنا عندي كيلو من اللبن، هضيف عليه نص كوباية من السكر. والسكر هنا يا جماعة على حسب الرغبة، زي ما تحبي. هنا ضفت حوالي نص كوباية سكر، وهضيف كمان عليهم حوالي 4 إلى 5 معالق كاستر. ولو مفيش كاستر هنضيف 4 معالق كبار من النشا، وعليهم معلقة كبيرة من الكريم شانتيه أو الكريم ويب. وهنا عندي الكريم كراميل اللي هو الجاهز في العلب دريم، هضيف كيس منه، وكمان الفانيليا. وهبدأ أقلب ده كله على البارد، مش هرفعه على النار دلوقتي. اتاكد بس ان هو خلاص تمام كده، اتقلب كويس واختلط تمام. هرفعه على النار، وانا برضو على النار هفضل اقلب فيه لغايه ما يتقل معايا ويتخن، ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما يتقل كده ويتخن معايا وانا ارفعه من على النار، خلاص نزلته من على النار، هضيف مكعبين من الزبده واقلبه. وطبعا حراره الخليط هتدوق بالزبده معايا. عشان اتاكد ان الخليط بتاعي ناعم وحريري، عندي مصفى كده، وهصفي كل الخليط بتاعي وهنزله من المصفى عشان يبقى معايا بالشكل ده والمنظر اللي انتوا شايفينه، حريري وناعم جدا جدا، مفيش اي حاجه فيه. وبعد كده عندي كوبايات او كاسات، همليها 3/4 واسيب الربع كده فاضي. وهقول لكم ليه. خلاص هاجي بقى عند الطبقه التانيه اللي هضيفها على الربع اللي احنا سيبناه فاضي. عندي كريم شانتيه حوالي يعني كوباية إلا ربع كريم شانتيه، وعليها 4 معالق كبار من السكر البودرة، ونص كوباية إلى كوباية إلا ربع على حسب نوع الكريم شانتيه بتاعك. تضيفيها واحدة واحدة لغاية ما يتقل معاكي. أنا مش عاوزاه خفيف قوي، أنا عاوزاه متماسك ويدي طبقة سميكة شوية. وعشان أتأكد إن هو توزع كويس، أحطه في كيس حلواني كده زي ما انتوا شايفين، وأبدأ إن أنا أوزعه على وش الكاسات أو الكوبايات التقديم اللي هقدمها، زي ما احنا شايفين كده. وهتسهل عليكي كتير قوي الحركه دي. لو ما عندكيش يبقى بمعلقه وبالراحه وعلى مهلك، وتزوديها واحده واحده، وتبداي ان انت بسكينه زي ما انت شايفه كده تساوي الوش، علشان يبقى كله متساوي وشكله يبقى حلو قوي. شايفين؟ سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي تعب. اهم حاجه قبل ما احط كريم شانتيه اكون اتاكدت ان الكاستر بارد تماما، يعني ما احطش كريم شانتيه على الكاستر وهو سخن، عشان طبعا هيسيح لي الكريم شانتيه، ومش هيبقى متماسك بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. خلاص هبدأ هنا اخر واحدة خلاص كده، وابدأ ان انا اجيب بعد كده. عندي الكريم الكراميل او السكر الكراميل اللي موجود في الكريم كراميل بتاع الدريم اللي انا جايباه. هفتح الكيس، ولو مش عندك احنا ممكن نعمل الكراميل ده في البيت، ميه وسكر لغايه ما يدوب معايا. وبعدين ابدا انزل له معلقه زبده صغيره. بس هنا الأكياس دي موجودة، فقُلت يعني متواجدة عندي فاستخدمها. فآخد الكيس كده وأبدأ إن أنا أوزّع على الوش، وهو لوحده هيفرد. وأبدأ بس إن أنا أميّل الكوباية يمين وشمال علشان خاطر تبقى تفرش على كل كريم شانتيه وتدّيني الشكل النهائي ده. سهلة جدًا وبسيطة وحلوة أوي، وكمان في الوقت الحار اللي إحنا فيه ده هتبقى مفيدة وحلوة جدًا.